بقي أقل من 200 يوم على بدء البطولة، وها هو مترو موسكو يعلن اقتراب الموعد بإطلاقه عربات خاصة تحكي لنا قصة كأس العالم عبر الزمن. ويستطيع سكان وزوار العاصمة الروسية ركوب القطار الذي يسير على الخط الدائري والذي سيبقى في الخدمة حتى نهاية البطولة. أما الأيقونة البصرية الأخيرة الخاصة بهذا الحدث الرياضي الضخم كان الملصق الرسمي لكأس العالم، والذي يحمل صورة الحارس السوفيتي الأسطورة ليف ياشين الذي خاض 4 نسخ من كأس العالم، ولا يزال الحارس الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي نال جائزة الكرة الذهبية. وهنا في قصر الكرملين الذي استضاف على مر الزمن أبرز الفنانين والموسيقيين العالميين أمثال بافاروتي، يستضيف مرة أخرى حدثا انتظره العالم أجمع، قرعة كأس العالم. ووسط حضور عدد كبير من نجوم الساحرة المستديرة، أسفرت القرعة عن تواجد منتخبين عربيين في المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب الروسي مستضيف البطولة، وهما منتخبا السعودية ومصر، بالإضافة لمنتخب الأوروغواي، فيما جاء المنتخب المغربي في المجموعة الثانية والمنتخب التونسي في المجموعة السابعة. كأس العالم التي جابت 16 مدينة روسية بدأت رحلتها حول العالم لتزور 51 بلدا. ملعب لوجنيكي الذي يتسع ل 81 ألف متفرج سيستضيف 7 مباريات خلال كأس العالم، أهمها مباراة الافتتاح بين روسيا والسعودية إضافة إلى المباراة النهائية. أما المشجعون فقد قدمت السلطات الروسية لهم تسهيلات تسمح بدخول روسيا دون تأشيرة، وذلك في حال شراء تذكرة المباراة والحصول على هوية المشجع، والتي تضمن الأمان لزوار روسيا طيلة فترة البطولة. كما تسمح هذه الهوية باستخدام وسائل النقل العام مجانا في أيام المباريات في المدن 11 المستضيفة للبطولة، وأيضا التنقل ما بين هذه المدن بشكل مجاني لحضور البطولة.